هذه قصتي. إنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها حرس مفوضية اللاجئين في بيروت على اللاجئ السوري أسامة مراد. هذه هي المرة الخامسة. ماذا يقول مراد عن هذه المرة وغيرها من المرات؟ أسامة مراد يروي قصته اليوم في هذه قصتي من راديو اليرموك 63. أنا كنت واقف على الدور ماشي، في شخص قدامي فيها سيجارتي تبع الحارة تبع الأمم، بعيد عني هو، يعني ما حكى شيء. أول شيء واقف على الدور، أنا راح يجي دوري والشخص اللي قدامي راح يخلص. فهمت علي كيف؟ أنا بس نازل مشان السفر ومشان أجار البيت، هاي اللي نازل كرماله. أخذت ورقة من الباب، أنا عم أقدم طلب، قدمت الطلب بس ما بدي أقدم، وقفت على الدور بدي أقدم الطلب، ما يقلي شهر التاون. قلت له جاي أقدم طلب أنا. قال لي اطلع برا. قلت له أنا هاي دوري وهي رقمي مبين على الشاشة. قال لي اطلع برا. قلت له ليش بيطلع برا؟ قال لي أنا عم بقول لك اطلع برا، تاخذ أمر مني بس بدك تنزل. قلت له ليش بدي آخذ أمر منك؟ أنا ما لقيت إلا ضربني لعيني أول ضربة. عم إجوا كلياتهم تكاتروا علي، بس وبلشوا فيني كبس. وين ما تجيني الضربة تجيني، وين ما تجي على راسي، على ايدي، على ظهري، على خواطري، وين ما تجي اجريهم، وين ما تجي الضربة. مو أول مرة، هي خامس مرة بتصير معنا الحالي. وكان معي موقف يوم توقفوني بالمخفر، كان كمان الشخص اسمه عيسى خليل، كمان هذا قبل بيومين ثلاثة كمان سلموه للدفتر، كمان مثل نفس القصة تبعيتي. طيب أسامة، مين هن اللي قاموا بالاعتداء عليك؟ أنا بدي لك هذول رجال أمان، بس مو أمان هذول، بس إنه سيجارتي مشان إنه يبعدوا العالم. سكيورتي المفوضية ما بيبعدوا العالم، عم في اثنين. أنا في محامي اسمه سامية، في مارك هو اللي سلمني على المخبر، وفي شخص اسمه رئيس الحرس هذا تبع الأمم اسمه سامي. هذا رئيس الحرس أول واحد صار، آخر شيء صار يضربني على راسي بالفوز على راسي. فهمت علي كيف؟ هاي اسمه مو اسمه مفوضي، هاي مو مفوضي، هاي اسمها شبيحة. فهمت علي؟ اسمها الشبيحة، هي اسمها. لأنه أنا بدي لك شغلة بهدي، لأنه كل ما إجا واحد يسافر، إجا وقت السفر مثلا واحد معه مصاري بيروح بيجلحوه 4000 5000 دولار وبيسفروه، اما الواحد راحت على الفقير اللي ما معه يدفع ما بيسفروه. أسامة، كيف وضعك الصحي اليوم؟ انا وضع الصحي، انا بدي لك انا معي عندي كيس مي بالدماغ. انا وضعي هذا الوضع الصحي. انا هاي الضربه كرمال عم يزيد، هاي الضربه قد ما ضربوني على راسي زاد الوجع علي، وعندي بعض دم كمان بالدماغ، وعندي التهاب بالدماغ. انا بدي اقول لك اياها. أسامة، أنت كنت نازل مشان موضوع أجار البيت ومشان موضوع السفر. مشان السفر. أنا بدي أقول لك شغلة، أنا كمان عملت مقابلتين السفارة الكندية. أول مرة رفضوني، عملت اعتراض للمقابلة، وافقوا. عملت مقابلة ثانية، قال لي هلا يعني على اساس انه ملفي شغال بالسفارة الكندية، وزيت بس اشوف انه مشي حالي ولا لا، بس هيك لا غير. بس انا ضحية، بس الضحية كل السوريين اللي بلبنان عم بياكلوها كل ما واحد. انا بدي لك اياها، اذا بتنزل مرة
ما عنده زلمه بالبيت بهينوها ألف إهانة. يعني المرأة إذا ما عندها زلمه، إذا ما عندها زلمه ما بيعطوها حقها، تروح تشهد من العالم أو بتطلع برا. ما هيك عم بيصير فينا هون. أسامة قديش صار لك بلبنان؟ أنا من 3 سنين بيع اسم المتراس كذا صفيطة. متزوج، عندك أولاد، مين معك بلبنان؟ أنا معي جوزتي وأولادي، معي ولدين ومرتي وأولاد، 4 أشخاص. عم بقول لك أنا عندي أنا يعني 4 أشخاص إحنا بالبيت، ولدين ولد وبنت عندي. يخلي لك إياهم، إن شاء الله عم تشتغل. لا أنا ما بقدر، أنا إذا بدي لك شغلة وادي بدي لك شغلة وادي، إذا بدي يطلع أنا معلم ديكور كده، معلم ديكور. إذا بدي يطلع سالب هو عم تسألك، لأنه كل جسمي بيرجع. أسامة اليوم مين ممكن يرجع لك حقك اليوم؟ ما حدا جاب لي حقي. لا الأمم أنا إذا الأمم ما جابت لي، أنا بدي طالب حقي. أنا بدي منظمة دولية تطلب لي حقي، يا بيسافروني من البلد كله. وأنا بعدين بدي لك أنا مهدد، هلا مهدد من سيجارتي، الحرس والأمم. كل ما بدي انزل قالوا لي كل ما بدك تنزل نسلمك على الدرك. هن بعد الاعتداء سلموك للدرك والدرك حبسك. ايه ما هيك كل ما بدك تنزل، هو يوم سلموني يعني كل ما بدك تنزل نسلمك على الدرك على الامن. من اللبناني بدي لك شغله واحده، كل العصابات بالممر. ايه نعم بالامم كل العصابات. أسامة إذا بدي أرجع بس للاعتداء، هو مثل ما وصفت لنا إياه، هن اعتدوا على حدا تاني كان موجود؟ ايه اسمه قبل، مو قبل منا، قبل مني ب3 أيام، والتقيت انا فيه بالمخفر بالنظاره. اسمه عيسى خليل. ايه كمان نفس الوضع، بس كرمال انه يجددوا له اقامته، يقبلوه انه يجدد اقامه، ما عم بيقبلوه. انت عم تتأمل تسافر أسامة، في بلد معين ببالك وليش بدك تطلع من لبنان؟ انا بدي لك لانه قبل مره كمان تعرضت لهون مشاكل بالصاحي، تعرضت هجموا فاتوا علينا بالليل على البيت الساعه تقريبا شي 2. انا ما بدي اتذكرني. قياد العامة من اي واحد منهم من قياد العامة واولاده، وسحب الساعة علي وضربوني سكين بكتفي، ضربوني بتجري هون كمان، قطعوا لي عصب. فهمت علي؟ وهون عقيد القلب كمان ضربوا لي اياه. بعيد الاضحى من سنة الماضي كمان. اذا انا بدي لك لا مهدد ما بقول لك. طالع من المنطقة من محل ما كنا سايقين بالداعي لانه تهددنا مرتين 3. أسامة لسه بدك تخبرنا شيء عن اللي صار؟ لسه حابب تقول شيء؟ انا بدي اقول ايه، بس انا بدي اقول للشعب اللي هون كله هذا ضحية. مين هذا؟ انا ماني اخذ حقي، بس انا حقي راح هلا. بقول لك يا بس حق العالم اللي كانت موجودة، ولو مو كان موجود ما عم بيعطوا العالم حقها هون. بقول لك يا ما في حدا ما يعطيهم حقهم. انا بناشد بس انه يعطوا العالم حقها. هون ما في شخص عم ياخذ حقه بلبنان من المفاوضين. انا بدي لك اياها كلها تشبيح للعالم.